السبب الحقيقي ديال الخلاف بكريشه مع بنته اللي بعد صمت طويل، والخرجات ديال اليسرى اللي كانت مؤخرا كتكلم فيها على الامر، وانه كاينه شي حاجه بيناتهم اللي صدمتها وما تقبلتهاش نهائيا وخلاتها انها تاخذ موقف او تردد في انها تاخذ قرار نهائي بخصوص الاب ديالها. الان بكريشه مشاهدينا بعد هذا الصمت وكشاف كل شيء كيف ما غيحكي حتى هو، غيوضح وغيقول او غيفجر شنو واقع مع بنته، علاش ما كانش كيتكلم على الامر وشنو هو السبب الحقيقي ديال الخلاف بيناتهم اللي طرا في الخاص وما كانش باغي يتكلم عليه حتى لحات يسرى ان الامر يخرج اليوتيوب. وطبيعه الحال كما هي تكلمات وما كنلاحظوش كذلك حتى حنا ولا حتى نتوما كمتابعين انهم ما بقاوش كيتلاقاو مع بعضهم ولو حتى في السياره. اكيد ما كناش غادي نعرفوا انه كاين خلاف، فهو الان خرج الامر مباشره وتكلم عليه وعلى الاسباب ديالو، واش داخله فيها لبنى ولا لا. هذا الشيء هو اللي غيكشفوا لنا في هذه الخرجه مشاهدينا، وكذلك غيتكلم على القرار ديالو النهائي حتى هو بهذا الخصوص، واش غيقطع معها الصله نهائيا كيف ما دارت الام ولا غادي يحافظ على بنته عكس ما كانت دارت الام. فنخليكم معاه ونسمعوا ليه باش نكتشفوا كل هذه التفاصيل ونرجعوا معكم مشاهدينا بهذا الخصوص ديال الموقف ديالو من هذا الخلاف مع بنته، وعلى عكس العاده ديالو في الخلافات الاخرى الماضيه لا قبل السجن ولا حتى بعد الخروج ديالو. هاد المرة ما بغاش يتكلم على الامر والتفاصيل ديالو، تحفظ عليه، ما بغاش بالمفهوم ديال اليوتيوب انه يتاجر به ولا يحطوا عرضة للناس، خاصة هو كيقول القنوات اللي ما بغاهمش نهائيا ينالوا من هذا الموضوع كيف ما نالوا سابقا من الموضوع ديالو او ديال الام ديالها ديال اليسرى معها وحتى ديالو هو مع مرته اللي هي سعاد. فهاد هاد المرة هذه تحفظ انه يتكلم على التفاصيل، ولو انه قال لمح ان الخلاف كله متعلق بلبنى، يعني هو اسماء سوء تفاهم اللي عندها مع اليسرى هو اللي خلى كما قلنا حتى حنا البارح الا كتذكروا في الفيديو ديال الخرجه اللي كانت ديال يسرى بان الخلاف الاساس ديالو غالبا هو المشكل ديال يعني يسرى مع لبنى وداك اخذ الرد اللي بيناتهم. هي بغات الاب ديالها ياخذ موقف، ربما بغاتو انه واش يدور فيها، واش يقطع معها العلاقه، واش شي حاجه يعني شي تصرف صارم يجي منه باش يبرد ليها هي الغليل ديالها. ربما هو ما بغاش، يعني كتعرفوا انه كتبقى لبنى الزوجه ديالو خصو يكون دائما الوسط وما يمكنش ليه يخسرها لاجل يعني افكار ولا طيش ولا شي حاجه بحال هكا ديال يسرى فقط باش ترد كما كنقولوا الاعتبار راسها ولا الصرف. خصها تستعمل الاب في هذه الناحيه. ربما هو يعني هكا شافها فرفض انه يعني يلبي لها الطلب ديالها. فمنين رفض بكريشه انه يعني يستجب لهذا الرغبه ديال يسرى اللي نقدروا نسميوها رغبه ديال دريه صغيره عقلها يعني مازال كنقولوا طايش، وبغات يعني الصرف كما كنقولوا بهذه اللغه هذه انها يردوا الاب ديالها بهذه الطريقه مع لبنى ولو هي الزوجه ديالو موت بنته. فما يمكنش انه يخسر العلاقه معها فقط لسوء تفاهم عابر ولا خلاف عابر تافه بسيط مع يسرى. والموقف ديالو الحالي كيف ما كتشوفوا انه رافض يتكلم على التفاصيل كامله وكيوعد الناس انه غيحل المشكل، وهذا المشكل ما غاديش يكون طويل هذه المره، يعني غيلقى ليه حل يعني في الخاص بسرعه مع بنته وغادي يلملم الموضوع بلا ما يكبر. ولو ان يسرى كتبان من الخرجات ديالها باللي باغا تقول شي حاجه وباغا تخرج الامر لليوتيوب كيف ما كانت العواقب، ولكن هو عارف العاقبه كيف دايره وعارف الاخر الا خرج كيفاش غتكون الامور. المهم هو على الاقل من جهته ما باغيش انه يخرجه، هذا كتحسب ليه هذا الموقف. يسرى الا خرجت ديك الساعات هو غيبقى عنده الاختيار واش يرد واش لا، ولكن هي اللي غتبقى عليها اللومه اكثر من الناس لان الاب رفض انه يخرج وهي مع ذلك تحداته وخرجت التفاصيل. هو الكلمه ديالو ولا الشهاده ديالو كيف ما سمعتوا فيها بقات كيف ما هي ما تغيراتش نهائيا. بنته هي بنته كيف ما قلنا دائما وكيعزها ومستحيل انه يغير الموقف ديالو تجاهها. وهذا طبيعه الحال اكيد حتى نتوما ممكن انه ينال اعجابكم لاول مره، حتى الناس اللي كلمت لكم ما كتفقوش معاه في هذا الموقف هذا اللي دار مع بنته في المشكل اللي بيناتهم.
فإلى هنا مشاهدينا ما بقى لي إلا نودعكم وغنتظر آراءكم من هذا الموقف، واش مع فيه ولا مع يسرى أن الأمر يخرج اليوتيوب. خليو لنا آراءكم في التعليق، وأيضا لايكاتكم اللي نتمنى ما تنساوش لينا. نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. شكرا لكم.